السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. قبل كل شيء لا تنسوا الصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم سنتكلم عن الترجي التونسي ويوسف المساكني. يوسف المساكني رسميا لاعب للترجي التونسي. عودة يوسف المساكني رسميا إلى الترجي التونسي موسم ونصف، يعني سيلعب مع الترجي التونسي. الآن هذه الأخبار رسميا. الترجي التونسي يعني يوقع مع يوسف المساكني. يوسف المساكني لاعبا للترجي التونسي، فرسميا يعني يوسف المساكني لاعبا للترجي التونسي. واللي يسأل بأن يوسف المساكني هل قادر أن يلعب الآن مع الترجي التونسي أو حتى للميركاتو الشتوي أو الانتقالات القادمة، لا، يوسف المساكني قادر أن يلعب المباراة القادمة مع الترجي التونسي فقط. يعني هل لاعب جاهز بدنيا وهل لاعب قادر أن يلعب المباريات، لأنه كان بدون فريق. فأتوقع المباراة القادمة الترجي التونسي صعب جدا أن يلعب يوسف المساكني، لكن المباريات القادمة سيلعب يوسف المساكني لا في الدوري لا في دوري أبطال إفريقيا. وربما يكون حاضر مع المنتخب التونسي في الفترة القادمة، خصوصا لو تألق هذا اللاعب مع الترجي التونسي. وإحنا نعرف إمكانيات يعني لاعب فنيا إمكانياته رائعة، يعني لاعب سيعطي إضافة كبيرة جدا للترجي التونسي. ولاعب كإمكانيات وكأرقام، نتكلم عن لاعب اللي أكثر من 100 مباراة مع المنتخب التونسي، لاعب هداف، لاعب اللي سجل أهداف، اللي نتكلم عن أرقام قوية جدا. فأكيد سيعطي إضافة. نعم، نتكلم عن لاعب ما شاء الله عليه 35 سنة، ما شاء الله ما شاء الله عليه، لكن لاعب كإمكانيات رائعة، لاعب فنان. فلا تخف، عندما يكون لاعب فنان فأكيد سيعطي الإضافة. ففعلا سيعطي إضافة كبيرة جدا للترجي التونسي، خصوصا في دوري أبطال إفريقيا. هذه صفقة قوية جدا للترجي التونسي، وأيضا ليوسف المساكني كعودة للترجي التونسي، وأيضا ربما تكون عودة أيضا للمنتخب التونسي. ولو قدم مباريات كبيرة وقدم أداء رائع سيعود إلى الترجي، سيكون متواجد مع المنتخب التونسي. وأكيد بأن أتوقع بأن يوسف المساكني ما شاء الله عليه كإمكانيات رائعة، وأكيد سيعطي إضافة كبيرة للترجي التونسي. أداء كبير جدا مع الترجي التونسي يوسف المساكني راه لاعب كإمكانيات، نتكلم عن لاعب راه من أفضل اللاعبين اللي مروا في تاريخ الكرة التونسية. فيوسف مساكني لاعب كإمكانيات رائعة، فهي عودة للترجي التونسي غادي تعطيه دفعة قوية جدا، خصوصا في الهجوم. وأيضا سيكون مدرب قبل أن يكون لاعب في الملعب، سيكون مدرب قبل أن يكون لاعب في الملعب. فرسميا يوسف مساكني إلى الترجي التونسي. المباراة القادمة يوم السبت إن شاء الله، الترجي التونسي أمام الملعب المالي، مباراة في دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.